ازيكم؟ مساء الخير. عثمان الديوف لاعب رسمي بنادي الهلال، غادي من تونجس السنغالي. لاعب بيلعب حاليا في بطولة الشان، بيلعب قلب دفاع سنتر باك. لاعب مميز جدا، يعني زي ما ذكرت بيلعب قلب دفاع في منتخب السنغال المحليين وفي نادي تونجس السنغالي. قدم مستويات كبيرة جدا في بطولة الشان، سجل هدف، لعب 4 ماتشات. دي واحدة من اللقطات بنشوف عثمان. عثمان ديوف لاعب قلب دفاع، بيجيد اللعب الطويل بإتقان، بيجيد الالتحامات. عنده ميزة كويسة جدا انه بيتراجع 3 خطوات لورا 4 خطوات عشان يعمل سكاننج، عشان يعمل زاوية رؤية كويسة جدا قبل الاستلام. دي واحدة من المهام الكويسة جدا بالنسبة لقلب الدفاع. هنا برضو بنشوف عثمان يعني من اللعيبة اللي بيعمل يعني رننج من زبول بالكورة عشان يفتح زوايا تمرير. بيلعب على الأطراف، دائما بيحب يلعب على الأطراف. يعني عنده قوة محترمة جدا في الكرات الهوائية. هنا شفت الالتحامات الهوائية. يعني لاعب مميز جدا عثمان ديوف. يعني الهلال جايب على انه يلعب سنتر باك او قلب دفاع تعويضا لفيكتور نانكي اللي غالبا حيكون خارج حسابات فلوران بنجي. يعني بنشوفه برضو من اللعيبه اللي بيستخلصوا. يمكن يكون اسلوب منتخب السنغال او اسلوب الفريق السنغالي ما معتمد على البيلد اب او ما معتمد على بناء اللعب او التمرحل. لكن يعني ما قاعدين نشوف عثمانو مثلا من اللعيبه اللي مثلا بيعملوا بيلد اب كثير او ستايل المنتخب السنغالي للمحليين، البناء اللعب من الخلف. فدي كانت من الحاجات المهمه شديد انه نشوف عثمانو ديوف. لاعب مميز جدا، لاعب بجيد الاختراق، عنده قدره على الكرات الهوائيه في المواقف الثابته الهجوميه وفي المواقف الثابته الدفاعيه. وزي ما ذكرت لكم خصوصا في انه بيعرف يستخلص 200، بيعرف يقطع الكوره 200، بيقرا مكان الكوره بتقع وين. بيعرف يلتحم بقوه، عنده بنيه جسمانيه على مستوى عالي جدا، عنده قوه على في الالتحامات. هنا بنشوف عثمان يعني عنده ستايل كويس جدا في انه بيلعب الكوره على الاطراف باتقان. برضه بيرجع 3 خطوات كما لاحظنا هنا في الفيديو، بيرجع 3 خطوات استلم وبيشيل الكوره، بيمشي لقدام، بيفتح زاويه تمرير، بيفتح زاويه تسديد من بعيد. يعني من اللعيبه المميزين جدا في قلب الدفاع بالنسبه لمنتخب السنغال. في الدوري السنغالي عثمان الديوف قدم مستويات كويسة جدا مع فريقه. يعني كان مصدر الدوري السنغالي لحد آخر لحظة. هنا بنشوف الستايل اختلف بالنسبة للفريق وبالنسبة للمنتخب. عثمان من اللعيبة اللي بيفتحوا يعني الملعب، بيعملوا سويتشنج على انه يعني يكونوا مميزين جدا في بناء اللعب بيلعب من الورا. هنا بنشوف مميز جدا في الاستخلاص مع فريقه السنغالي. مميز جدا في التمركز، مميز جدا في قطع الكرات الهوائية بالذات. يعني عثمان من اللعيبة اللي قامتهم الطولية محترمة جدا، فيعني حيكون إضافة للهلال. هنا بنشوف برضو بيقطع الكرات الهوائية بشكل مستمر جدا مع فريقه. هنا بنشوف ضربة حرة غير مباشرة لفريق جرف. آخر مباراة كان لعيبة الفريق السنغالي مع جرف الخصم اللدود. هنا بنشوف عثمان بيعمل استخلاص الكرة في المواقف الثابتة. يعني لاعب إمكانيات كويسة جدا، قلب دفاع سنتر باك. غالبا ما حيكون في الهلال بيسار على انه هو بيجيد اللعب بالقدمين باليمين وباليسار. القدم المفضله هو بالنسبه لعثمان ديوف هي القدم اليمين. اليسار مميزه برضه نوعا ما، لكن في الهلال غالبا ما يكون في ثنائيه بينه وبين الطيب عبد الرازق او بينه وبين ارن في سنتر باك الهلال.
غالبا حيكون تعويض لفيكتور نانكي. هنا برضو زي ما ذكرت بنشوف واحدة برضو من الكرات المستخلصة في الكرات المواقف الثابتة في الجانب الدفاعي.